بعد رقوده بالمستشفى لأكثر من 3 أشهر، هشام بانتظار إجراء العملية اللي حتنقذ حياته. هشام باسم عدنان، مواليد 2003. هشام كان طفل مجتهد وعنده حلم وهدف بالحياة. من كانوا يسألوه شنو تريد تصير، يجاوبهم أريد أصير طبيب. وبالفعل بإصراره واجتهاده طلع معدل عالي بالسادس، وانقبل طب جامعة بغداد. هشام متطوع بمؤسسة تطوع معنا للإغاثة والتنمية، وشارك بهواية حملات ويا المؤسسة، وأيضا أسس في كليته فريق أيادي الغيث التطوعي، وشارك ويا فريقه بحملات هواية، منها حملات توفير مستلزمات للأيتام، وأيضا حملات تشجير في مناطق العاصمة وبجامعته أيضا. هشام مثال للإنسان الخير اللي ترك ودا يترك أثر في محيطه، لكن شاء القدر أن حياته وحلمه بدراسة الطب يتوقف مؤقتا بسبب إصابته بفشل نخاع العظم وانخفاض حاد بالمناعة ورقوده بالعزل في المستشفى منذ أكثر من 3 أشهر. والحل الوحيد لشفائه هو إجراء عملية زرع نخاع عظم تتم خارج العراق، وهاي العملية تكلفتها عالية جدا. مؤسسة تطوع معنا أطلقت حملة حلم هشام لرد جزء من الجميل والخير اللي ساهم به أخوهم هشام. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كل الخير والإحسان اللي قدمه هشام ما راح يضيع عند رب العالمين، بس هسه مسؤوليتنا إنه ما نخليه يضيع من عندنا هم. زين هشام، شنو موقف صار حلو وياك أثناء الحملات تصور اسمه؟ حملة من الحملات هي بنهايتها كنا واقفين يعني هو من دا نحكي وننظم، ففجأة جانا واحد من الأطفال يعني هيك قبل خطرني فجأة، يعني لحظة كانت كلش يعني عاطفية وحلوة بوقتها.